دق السكات. السكات. دق السكات. دق السكات. عميقة يعني مم. عميقة. السلام عليكم، اش اخباركم؟ من الامثله المغربيه اللي كتخليك تخمم فيها وتفكر فيها، تعمق فيها نوعا ما، دق السكات. صراحه المثال الا بغينا نقولوا كيتقال مثلا على شي واحد اللي كيكون مركز في واحد الخدمه ولا كيدير واحد الحاجه ومركز فيها كيف ما قلنا وكيتقنها. هذا هو الدق. والسكات يعني ما كيهموش الناس شنو غادي يقولوا عليه اولا مثلا واش غيشكروه اولا مثلا واش غيمدحوه اولا، يعني واحد الشخص اللي كيكون ترونكيل همو في داكشي اللي كيدير وكيكون يعني كيتقن هذاك الخدمه ولا هذاك العمل اللي كيدير وكيكون كيتقنه. وهاد القضيه ديال المثل ديال الدق والسكات، انت شنو كيجيك في بالك فاش كتسمع الدق والسكات؟ شنو كيجيك في بالك؟ ما هو تصورك؟ شنو بالك؟ عميقة يعني امم مم. صراحة دق السكات غالبا ما كنربطوها بواحد الشخص اللي كيدير واحد العمل، تيدير شي حاجة وفي نفس وانت ما يعني المحيطين به ما عارفينش انه تيدير شي حاجة. كيكون نقولو خدام في صمت. في صمت. جهة واحدة أخرى أولا من الجانب الآخر، آه، كيف ما قلنا المثل كيخليك تعمق فيه وكيخليك تفكر فيه أكثر، وهو يعني دق وسكات. المعنى ديالها الآخر هو يعني نتايا فاش كتبنى مثلا واحد الفكرة أولا كتبغي مثلا مشروع أولا مثلا كتبغي تمشي شي طريق ماشي بالطريق اللي كيعرفها كلشي أولا اللي مشى مثلا فيها كلشي، يعني ديك الطريق اللي معروف، يعني كتبغي مثلا دير شي حاجة مختلفة دير شي حاجة مختلفة وصافي. فهنا كيولي ديك الضغط كينزل عليك نتايا كمؤمن بهذيك الفكرة وكمؤمن بهذاك المشروع أولا بديك الطريق اللي اختاريتي. يعني بحال اللي كنقولوا كيولي خصك تحمل التبعات وتحمل الضريبة ديال الاختيار اللي اختاريتي. فما كايناش شي حاجة مضمونة 100% أولا أنها غادي تكون مربحة 100% أولا أنها غادي تصدق 100%. فضروري أن كيكونوا تحديات وكيكونوا عقبات، والطريق ما كتكونش سهلة كيف ما كيكون الإنسان متوقعها أولا شي واحد يمكن له يتوقع. ماشي بالضرورة أن داك الشي اللي آمنتي به وداك الشي اللي أنت تايق فيه ماشي بالضرورة أنه غادي يكون ساهل نوعًا ما، أولا غادي يكون زعما بقدر ديك التوقعات اللي يمكن لك توقعها، فلا. فهنايا هادوك العقبات وديك التحديات فأكيد كيكونوا موراهم الضغط كيكون موراهم الضغط وفي نفس الوقت خاصك تتحمّل وخاصك تصبر على وِد هاديك الفكرة ديالك ولا على وِد هذاك المشروع ديالك أولا على وِد الطريق اللي اختاريتي تمشي فيها، خاصك تصبر. فهذا هو المعنى ديال السكات. الدق أنه التحديات والصعوبات اللي غتواجه في طريقك، والسكات هو الصبر والتحمُّل. تقصّح ضهرك وتوجّد توجّد راسك العصا، لأن it deserves، يعني ديك الشي أنت اللي باغي راه كيستحق، ولا ديك الشي اللي باغي توصل ليه فراه بصح كيستحق. ولكن راه الطريق ماشي سهلة، وهاد البلان كيوقع فاش كتبقى تخبط في شي حاجة وما كتبانلكش النتيجة ولا كتبان لك شي سيمبول واخا غير شي علامة. هاديك هي فين كيوقع لك هاد المثل هذا اللي هضرنا عليه. كتكون صعيبة زعما، راه ماشي سهل، راه صعيب. لأن نقول عاوتاني داكشي ديال التوقعات ما التوقعات، كاينه واحد المعادلة بحال هكا ديال السعادة ولا ديال، المهم يقول لك زعما السعادة هي الواقع ناقص التوقعات ولا بحال هكا. كل ما كان الواقع أحسن من التوقعات ديالك كل ما كتكون فرحان، والعكس كل ما كانت ديك التوقعات ديالك كبر من الواقع كل ما ما كتكونش فرحان. المهم ماشي غير انك انت كدير واحد الحاجه وعاطي فيها لاطاك ومركز فيها، وفي نفس الوقت راه انت كيجي فيك الدق وراه خصك تضرب الطم. انا خصك تحني تاكل التراب وتسكت، لان
انت اللي تحملتي هذيك المسؤوليه، وانت اللي بغيتي هذيك الفكره، وانت اللي امنتي بهذيك الفكره. شنو ما بغات تكون يعني، ماشي زعما بالضروره واحد الفكره معينه، فكره اكس. يعني كل واحد راه عنده شي حاجه مآمن بها، هي خصها تكون مقاده، هي هذيك، ما خصهاش تكون شي فكره عوجه ولا ما صالحاش كاع. فهمنا؟ فهمنا صاحبون. هي الصعوبات راه جزء من معادلة النجاح، فهذه واحد البرانسيبل، هذا واحد المعنى مهم واللي خصنا نفهموه كاملين. الصعوبات راها جزء من معادلة النجاح، ولكن ملي كتوقع ليك وملي كطيح فيها بالخصوص، فراه كتولي الهضرة هضرة، وكيولي ديك الواقع اللي كتعيشو شيء آخر. ولكن هنا كيجي المعنى ديال أنها السكات من التحمل والصبر والإيمان ديالك بهذيك الفكرة هذيك. فما نطولوش بزاف، كيف ما قلنا الدق والسكات، المعنى الواضح حتى هو كنظن أنه معنى صحيح، فراه بصح أنك تتقن واحد العمل وما كيهمكش ما كنقولوا له لونطوراج او لا ردة الفعل الناس الاخرين، او لانك منغامس في واحد العمل. وفي نفس الوقت ان الدق، لان انت راه غيجي فيك التبعات ولا غادي تتحمل المسؤوليه والتبعات ديال ديك الشيء اللي اختاريتيه، وخصك تحمل ما امكن وتصبر ما امكن. وهذا ما كان. سيو نراكم على خير ان شاء الله. ولكن البعدة الثانية أنا اللي جاني في بالي، واو، ماشي واحد كي زعما كي كياكل اه كياكل الدق. ياكل الدق ولكن يعني على ود شي حاجة هو ديالو مآمن بها، خدام عليها شي حاجة بحال هكا. ها؟ ممكن. حبس عليا شي حاجة. شي حاجة. كل زعما شي حاجة. شي حاجة. فكرت السي أحمد شنو كان كيقول لنا؟ ما النجاح خصو تضحيات. تفكرتي؟ راه بصح النجاح خصو تضحيات. يس.